شوفوني كده انفع فود بلوجر ولا لا. ده البمبار اللي انا عاملاه، بصوا حجمه كله قد ايه اهو اهو. شايفين صغنط ازاي؟ هو بس عشان نقرب. بصوا بقى الرز من جوه، بصوا اهو، بصوا مفلفل، مش مهري مش اي حاجه، مفلفل مفلفل والله، مش معجن. طعمه بمبار عادي يعني، طعمه حلو بمبار. ما ينفعش البمبار يقعد تاني يوم بيجلد، ماشي، لازم يتاكل في يومين عشان بياخد الحاجه ويسيبها. طعمه جميل والله. وكمان بعد ما طلعه برش عليه شويه توابل، بس طبعا العامل مش طالب فلفل اسود، فحطيت بقى كمون وسبع بهارات، ما رضيتش احط فلفل اسود، انا بحب الفلفل الاسود. اهو لسه لفاه. بص عشان اول مره اتعامل مع اوبر، كل المناديب اللي ببعتهم يعرفوني واعرفهم، يعني بيروحوا ياخدوا الحساب ويرجعوا يدوني، او ممكن هم يحاسبوني عشان يطلعوا من بره. حط بصي سلوتيب من هنا، سلوتيب من جوه، وفي الشنطه اللي جوه سلوتيب، مش ضامنه بقى عشان مش عارفه مين اللي هياخده ولا حد معرفوش. وطبعا العميل ده اقسم بالله كتر الف خير، لان كذا حد اكلمه انا هبعت اوبر او كده انا معرفوش، وهي كده يبعت لي على المحفظه، قايل لي لا لا انا مش هاخد اكل لما يبقى، مش هبعت فلوس لما مش عارفه ايه، مع ان صورتي موجوده واسمي وكل حاجه، يعني تجيبوني هوا، حتى الموبايل بتاعي متسجل باسمي تمام. فهو بقى لا وافق وعادي على المحفظه، وهو هيحاسب بس اللي هو المشوار لما يروح له وخلاص. والسلام عليكم في رعايه الله. اوعوا تقول له بقى، مش كل شويه تقول له زيدوا بقى زيدوا، مش طايقني ليه؟ السلام عليكم.